كتير مننا بيبقى محتاج ستاند للتصوير وما بيبقاش متوفر عندنا، وكمان بيبقى سعره غالي بره. قررت النهارده ان شاء الله اعمله لكم بطريقه اقتصاديه ومش هيكلفكم حاجه. لو فكرت تشتري ستاند من بره مش اقل من 400 جنيه دلوقتي في الايام الصعبه اللي احنا فيها. طبعا ده كان موجود عندي هنا، ممكن تلاقيه موجود عندكم، خاصه اللي هم بيصوروا عندهم قنوات بيصوروا فيها وبيستخدموا فيها اداه التصوير. تمام، ده لقيتها موجودة عندي كده فقلت لا لازم اعمل حاجة. أنا طبعا انا جبت ستاند وستاند باظ مني فلازم اجيب واحد تاني، فده لقيتها موجودة عندي كده ففكرت لها فكرة حلوة قلت لازم اعملها. شفتها كده لقيتها فيها صامولة كده من تحت ففكها لقيتها بوسة كده رفيع من هنا، فقلت لازم اعمل لها حاجة. فجبت سكينة على النار وسخنتها جدا جدا لحد ما بقت سخنة خالص، وجبت غطا ازازة من بتاعت الحاجة الساعة الكبيرة، وعملت لها دايرة كده على قد الصامولة بتاعت الحامل. تمام، على قد الحتة اللي تحت دي. فكيت الصامولة منها او المسمار بتاعها كده وحطيتها في الغطا، ورحت رابطة المسمار تاني عشان احجزها انها ما تطلعش من الغطا. تمام، هي بقت بالشكل كده. ده لو مش متوفرة عندك ممكن تشتريها، بتبقى رخيصة جدا في محلات التليفونات. وجبت ازازة مية ومليتها ميه وبقت بالشكل ده، بتتحرك يمين شمال. ممكن كمان لو عايزه مثلا تبقى عاليه كمان شويه ممكن تحطيها على حاجه تانية تعليها لك. بس ده اللي بصراحه ربنا جربتها في التصوير لقيتها حلوه جدا معايا، فقلت لازم اعمل لكم فيديو برضو افيدكم بيه. اهو شايفين، حطيت بقى التليفون اصور يمين شمال بتتحرك معايا بكل سهوله. لو حابه بقى تصوري وانتي مثلا واقفه، او بتوع روتين بيحبوا يصوروا، ممكن تحطيه على حاجه عاليه، تحطيه على ترابيزه ممكن يجيب لك الكاميرا كلها المكان كله. بجد يعني فكرة حلوة قوي، جربوها وان شاء الله تنفعكم جدا. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة. اشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله.